أهلا يا أصحابي. ودلوقتي معادنا مع حكاية جديدة من حكايات نونو. النهاردة هحكي لكم حكاية عن ولد اسمه آدم. حكاية عن إحساس كلنا بنحسه بس مش دايما بنعرف نقوله أو نعبر عنه. الحكاية النهاردة هتبقى عن الغيرة. آدم ولد عنده 9 سنين وبيحب بابا وماما قوي، وكان دايما بيحكي لهم عن يومه وبيقعد معاهم كتير وبيفرح لما بيسمعوه وبيفتخروا كمان بيه. بس لما أخوه كريم الصغير اتولد كل حاجة اتغيرت. ماما بقت على طول مشغولة، وبابا لما يرجع من الشغل أول سؤال بيسأله كريم عمل إيه، وبقى عنده إحساس إن هما نسيوا آدم خالص. آدم كان واقف دايما ساكت وبيتفرج عليهم وحس إن هما نسيوه. وفي يوم من الأيام رجع من المدرسة فرحان بالدرجة العالية اللي هو جابها، وجري على ماما عشان يوريها لها. بس كريم بدأ يعيط وماما قالت له بسرعة استنى شوية يا آدم. حس آدم إن هو زعلان وكان نفسه ماما تسمعه. ساعتها فرحة آدم راحت وسابهم وطلع على أوضته من غير ما يقول حاجة. من ساعتها بقى يقعد لوحده، وماما لو سألته مالك يقول لها مفيش، بس الحقيقة إن هو كان زعلان وكان حاسس إن محدش بيهتم بيه زي الأول. وفي يوم عيد ميلاده جاله هدايا كتير، بس كله برضه كان مهتم بكريم، بيضحكوا معاه وبيصوروه وهو مش فاهم ليه. المفروض إن اليوم بتاعه هو. طلع على اوضته وقفل الباب وقعد يعيط ومش عارف يقول ايه، في حاجة جواه ومش عارف يعبر عنها. بس ماما حست بيه، دخلت عليه وقعدت جنبه وقالت له انا شايفاك يا آدم وحاسة انك زعلان، في حاجة احكيلي انا هسمعك. آدم بصلها وقال لها انا حاسة ان انتوا بتحبوا كريم اكتر وانا محدش بيهتم بيا زي زمان. ماما حضنته وقالت له بحب يا حبيبي، كريم لسه صغير وبيحتاج رعاية طول الوقت، لكن ده ما يعنيش ان احنا مش بنحبك. انت ليك مكانك في قلبنا ومحدش يقدر ياخده خالص. بعدها بيومين بالظبط بابا وماما عملوا يوم خاص لآدم، بس خرجوا يتمشوا، اكلوا ايس كريم وراحوا المكتبة وقالوا له اليوم ده ليك انت بس يا آدم. آدم حس ان هو قلبه دافي وان هم فاكرينه وان الحب مش بيتقسم، الحب بيكبر لما بنتشارك فيه. لما روحوا البيت بص آدم على كريم اخوه، بس المرة دي حس ان هو مش زعلان. راح قعد جنبه وجاب له لعبته اللي بيحبها وقال له تعالى نلعب سوا يا كريم. ماما وبابا كانوا بيتفرجوا من بعيد وابتسموا ساعتها وفهموا قد ايه آدم كان محتاج يحس ان هو ليه مكان زيه زي كريم بالظبط. ومن اليوم ده قرروا ان هم على قد ما يقدروا يشاركوا حبهم واهتمامهم بين ولادهم عشان كل قلب في البيت يفضل دافي ومبسوط. عشان كده يا اصحابي لو حسيتوا بغيرة او زعل او جواكم مشاعر ما انتوش فاهمينها ما تسكتوش، احكوا لبابا وماما على طول، عشان الحب عمره ما بينقص، هو بس بيتغير شكله وبيفضل موجود. ها ايه رأيكم بقى في الحدوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حكاياتنا ومغامراتنا. باي باي يا اصحابي.